السلام عليكم. تصريح خطير من مدرب الألمنيوم هشام عبد المنعم يفاجئ به النادي الأهلي بعد فوزه على الألمنيوم، ويصدم بيراميدز ويسخر من الزمالك. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ ياريت نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بعد فوز النادي الأهلي على الألمنيوم ليواصل الأهلي انتصاراته للمباراة ال16 على التوالي. قد صرح مدرب الألمنيوم طبعا دلوقتي بعد نهاية المباراة هشام عبد المنعم، وأدلى تصريحات بعد هذه المباراة وقال: لقد لعبنا مباراة جيدة جدا خلال الشوط الأول والثاني وعلى مدار المباراة بأكملها، ولكن للأسف تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. في الشوط الثاني الأهلي كان ليه ركلة جزاء، وأنا أعتقد إنها غير صحيحة، ولكن لا أعترض أبدا على قرارات التحكيم. وأيضا محمد هاني اللي جاب الهدف في الدقيقة بلس 90 زي ما الأهلي دايما متعود. الأهلي ليس لديه أي أمان إطلاقا، ودائما يظهر في المواعيد الكبرى. لاعبي الأهلي يمتلكون الشخصية ولا يعرفون اليأس أبدا، لذلك عادوا في النتيجة على طول. وسألوا الصحفي وقال له: من سيفوز بالدوري في النهاية، بما انكم طبعا اكيد بتتابعوا الدوري باستمرار؟ فردوا قال: اكيد الاهلي هيفوز بكل تأكيد بالدوري اذا فاز على بيراميدز في المباراة المقبلة اللي هتقام يوم الاثنين، يوم 22 من الشهر الحالي. فاذا فاز بها الاهلي هنقول كلنا للاهلي مبروك الدوري. وصراحة على كل جماهير النادي الاهلي ومسؤولي النادي الاهلي ايضا انهم يشكروا الزمالك، لانه كان سبب رئيسي في اعطاء الاهلي راحة لمدة أسبوع بعد انسحابه أمام الأهلي، وأعطى للأهلي 3 نقاط غالية جدا هذا الموسم. بالرغم أن الزمالك لو كان لعب المباراة كان أكيد برضو الأهلي هو اللي هيفوز، ولكن الأهلي يمتلك الأفضلية لأن الزمالك أراحه في تلك المباراة. أنا خلال مشواري التدريبي الذي قرب على نهايته كنت أتمنى طبعا أن أنا أكون فرد موجود في الدوري المصري الممتاز، لأن أكيد ده هيضاف في سجلي التدريبي. وطبعا أنا على يقين كامل أن الأهلي أكيد يستحق الفوز، لأنه يمتلك شخصية البطل وبيعرف من أين تؤكل الكتف، ودي مش أول مرة على النادي الأهلي. حتى أن احنا الحمد لله أن احنا حضرنا وما انسحبناش زي فرق تانية كبيرة قوي بتخاف تواجه هذا الفريق الكبير. وفي نهاية لقائه قال: أنا ببارك للأهلي الفوز والتأهل، إحنا بنلعب أمام نادي القرن الإفريقي، وأكيد في فوارق كبيرة في الإمكانيات بين فريقي وفريق الأهلي، وأنا بهني لاعبي فريقي على الأداء الرجولي والمستوى اللي ظهروا بيه. طبعا الأهلي معروف إنه عنده ضغط كبير في المباريات، لكن المشكلة إن إحنا كنا نعاني من عدم لعب المباريات منذ شهر إبريل الماضي، والمفروض كان إقامة المباراة في مايو الماضي قبل أن يتم تأجيل المباراة. بعدها منحنا اللاعبين راحة سلبية لمدة 35 يوم قبل أن نستأنف التحضيرات لمواجهة الأهلي منذ أسبوعين، وهي فترة غير كافية لتجهيز اللاعبين قبل هذه المباراة الكبرى. شدد طبعا يعني كتير وأضاف وقال: لاعبي الألمنيوم كان لديهم دوافع إن هم يفوزوا، ولكن إحنا بنلعب قدام الأهلي يا سادة، طبيعي يعني إن إحنا يا نتعادل ويبقى كرم كبير يا نخسر. وطبعا مباريات الكاس لا تقبل القسمة على الاتنين. سجل الأهلي الهدف في الوقت الضائع بقدرات فردية طبعا تماما. وكمل كلامه هشام عبد المنعم وقال: أنا قلت للاعبي فريقي إنهم ينسوا إنهم بيلعبوا قدام الأهلي. الفرق الكبيرة بتخاف منه، إن احنا نيجي ونواجه الأهلي دي حاجة كبيرة جدا. واختتم كلامه وقال: مبروك للأهلي التأهل، وأتمنى التوفيق ليهم في المباريات اللي جاية. وكنت أتمنى وجود عناصر طبعا فريقي الأساسية كان ممكن إن يكون شكلنا أفضل من كده قدام الأهلي. وده كان كلام